انا معايا مرشدين بنات بتيجي هنا الواحده بيبقى معاها بالمجموعه بتاعتها في الجبل، ليها خيمه لوحديها بتحافظ عليها، ترجع وتاخد رحلتها وتمشي وتاكل لقمه عيشها وتحاسبني وتمشي. هي اللي بتبقى ماسكه المجموعه. وفعلا انا زعلان، والله زعلان على الشباب اللي قاعد ده مش راضي يشتغل. فايوه ممكن تعمل شركه على السفاري، اعمل مكتب. اي واحد يخش في قطاع السياحه جديد وفي شغل السياحه، انا عندي استعداد نوقفه معاه. انا عندي استعداد في خلال سنه اغيره مليون المية. كل ده كله يعرف ان في واحات تبع الجيزه 330 كيلو، ساعتين ونص تكون موجود، بتنظر حاجات انت ما شفتهاش حياتك. الميه الكبريتيه بتنظر، النخل بتنظر، المعيشه بتنظر، الصحراء السوداء كريستال بتنظر، العجبات تشوف الصحراء السوداء البيضاء على اجمل غروب في الصحراء البيضاء في مصر كله من غير راس مال. يعني هو قاعد في التليفون، ممكن هو قاعد في التليفون يعمل له صفحه، ينزل ورا كذا 1 2 3 4 كذا برنامج بينزلوا وبيعلنوا بره وبيعلنوا جوه. البنت زي الولد، اهم حاجه تشد حيلها ما تفرقش. ما احنا عندنا بنات بتيجي مرشدين، بتيجي تجيب زبائن وتيجي اسبانيين برضه بالكثير. لما كنا نعمل رحلات الجمال المشي، بنقعد بالسبع ايام في الصحراء، جوه الصحراء يبدوا الرحله، ياخدوا يوم داخلي كده في الواحات وبعد كده يتوكلوا على الله على الصحراء. نمشي في الصحراء 7 ايام. كانوا بيعملوها مرشدين مع بنات ولغايه الان بيعملوا معانا الشغل ده، يعني مش جديد. انا اتمنى كل شاب يعمل كده وكله يسترزق من بعضه. دي احلى طريقه تجيب فلوس. شغلانه السياحه دي انضف طريقه تجيب فلوس وبالحلال. انت بتجيب الزبون بتدي له حاجه، اكله وشربه ومعيشته، قعدته كامبه في حياته في الصحراء البيضاء، هو يبقى مستغرب اصلا. انا عايز الشباب، اتمنى كل شاب من القاهره يعمل السفاري ده يكسب، ويا كفايه المتعه اللي بيتمتعوها.